شركة لتركيب الباركيه في إيطاليا رقم واحد. الحاج محمد عنده شركة باركيه هنا في إيطاليا، خبرة 34 سنة في مجال الباركيه. كمان الحكومة الإيطالية هنا بتستعين بيه كخبير في مجال الباركيه لما يكون في منازعات على أي مبنى موجود في ميلانو أو في إيطاليا كلها. يلا بينا النهاردة جولة من قلب الشغل مع الحاج محمد، وهيشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. خبرة 34 سنة، رقم واحد في مجال الباركيه. والنهاردة بنخاطب الشركات، أي شركة موجودة على الأراضي الإيطالية محتاجه حد يعمل لها باركيه، فهينزل لكم رقم الحاج محمد ان شاء الله في الفيديو. اشرح لي كل حاجه بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنعمل الباركيه، الشقه اللي احنا فيها حاليا بنعمل لامينات، واحنا بنعمل جميع انواع الباركيه، كل انواع التركيب، سواء لامينات وسواء بي في تشي، سواء سبينا بيشي، سواء دريتو، سواء دياجونالي، بالكل من غير كل، اي انواع الباركيه احنا شغالين فيه. الشقه اللي احنا فيها حاليا بدانا نشيل الزوكولينو، شفت الزوكولينو شلناه اللي بتاع البلاط، وبدانا نركب الباركيه زي ما انتم شايفين كده، ارضيه مارمو، ونركب فوق الباركيه. طبعا الباركيه اهوت احنا وصلنا لحد هنا في الشغل لحد الباب ده. وبالنسبه للبيبان الثانيه، احنا بص التقطيع كله بريتشيزو تحت البيبان. احنا بنخاطب الجماعه المصريين طبعا والعرب كلهم، شغلنا والله 10 على 10. طبعا الزبون ورينا له الكامبيوني، كل الكامبيوني طلب اللاميناتو. طبعا الشقه كمنها ايجار، طلب اللاميناتو، فعشان يركب اللاميناتو وننظف الشقه كويس عشان يسكن فيها، يقعد فيها الخمس ست سنين اللي هيقعد فيها. بس ده اللاميناتو اللي هو الشغل المينيموم اللي بنعمله. بس انا ملاحظ يا حاج محمد هنا ان اصحاب السكنات او اصحاب الشقه سايبين السرير والدولاب وكل حاجتهم. ما هو في ممكن شقق تبقى فاضيه، ممكن تبقى شقق فيها موبيليا، لازم نحافظ على حاجه الزبون ونحركها يمين وشمال. طبعا ما هو عايز، طبعا ما هو زبون مش عارف يودي الموبيليا فين، فلازم نحركها له يمين وشمال، نركب في نص الاوضه من الناحيه اليمين ونخلص ونحطها الموبيليا فوقها، ونركب الشمال ونظبط الموبيليا تاني زي ما كان. الموبيليا دي لو جيت بكره هتشوف الموبيليا في كل اماكنها، في كل واحده في مكانه مظبوطه. بنخلص شغل الزوكولينو ونخلص كل حاجه. الشقه دي خدت منك كام يوم؟ هتخلص امتى؟ بقالك كام يوم فيها؟ احنا بقالنا يومين، دي تاني يوم، واليوم الثالث بكره هي 100 متر. يعني الشغل لنا سريع وخاطف، وما بنستغلش الايام، بنقعد يومين ثلاثه في الشغلانه بنكون خلصنا وطالعين منها. بس انا ملاحظ ان والمواعيد بريتشيزو، بصراحه احنا مواعيدنا بريتشيزو. بس انا ملاحظ ان هنا الدنيا نظيفه، يعني العمال بينظفوا ما هو احنا لازم ننظف كل اول باول، كل نص ساعه، كل ما يجي 2 3 ينظف على اساس ان الدنيا تبقى نظيفه، عشان ما حدش زبون يخيل علينا. بص الباب حتى ده قطعناه وعملناه بريتشيزو، سنتي قطعنا منه سنتي، وهو حتى الشغل كله بريتشيزو تحت ستيبدي. ودي في الباب نورمالي اهوت، وبيت قطعنا نورمالي، سواء كورري سواء نورمالي، بنقطع البيبان ونظبطها. احنا بنعمل شغل طبعا عايز الزبون، واحسن حاجه بنعملها ان شاء الله. طب يلا بينا نفرجون على الغرفه اللي جوه. طبعا هنا طبعا الغرفه دي يعتبر خلصانه، فاضل فيها الجزء ده. فاضل فيها الجزء ده عشان ديت كان فيها موبيليا، حركنا الموبيليا الحته الصغيره الاول، وهنحرك الدولاب الناحيه ديت، ونخلص الاوضه بالزكون بتاعها، ونرجع الدواليب مكانها، وكله يبقى تمام. شفت الشغل نظيف ازاي، الدنيا نظيفه ازاي. ده احنا لازم نشتغل بنظافه، عشان النظافه هي عنوانك. طبعا قدامكم رقم الحاج محمد على الشاشه دلوقتي. اي حد عاوز يعمل شغل باركيه او صنفايه باركيه في ايطاليا كلها، نتفرج على الناس وهي شغاله جوه، ونصور الشغل وهم شغالين. ما فيش مشكله، احنا نوري الناس اللي هي شغاله. تعالى الهاني بيركب الباركيه. احنا وصلنا للنهايه عشان الدولاب وصلنا الحيطه، وهو بيركب مترسينه معوج شويه على ما يظبط الدنيا، وهيركب الحته ديت، ونحرك الدولاب الناحيه دي بقى كله، ويبقى نخلص الاوضه ان شاء الله. سريع وشغل سريع، واحلى حاجه واحسن حاجه بنعملها. من فضلك يا حاج ممكن تقول رقم تليفونك للتواصل؟ 338 108 4245 38 108 4245. عاوزين نقول لهم بقى تشاو تشاو.